في المباريات الكبيرة يظهر المدرب الكبير، حيث أنه القبطان الذي يقود المنتخب إلى شاطئ الفوز. وما أجملها من لقطة لمدرب حينما يرفع الكأس في المباراة النهائية، خاصة أن المنتخبين يعرفان بعضهما جيدا، وتبقى المفاجأة التكتيكية لقائد الحوار والتي قد تقلب الأمور رأسا على عقب. إذا ما بدأنا بمدرب المنتخب العراقي البرازيلي فييرا، فهو من نوعية المدربين المتحمسين على الدوام ويجيد تحفيز اللاعبين، وهو ما أفاد المنتخب العراقي، خاصة أنه استطاع خلق الدافع للاعبيه، وقد يلجأ لطريقته المعتادة بوجود يونس محمود وحيدا في خط الهجوم، ويكون كل من هوار ملا محمد وكرار جاسم كمساعدين في الهجوم. أما خط الوسط فيتكون من 3 لاعبين، قصي منير ومهدي كريم ونشأت أكرم. ويأتي دفاع شبه الثابت بكافة مباريات البطولة، ويتكون من باسم عباس وجاسم محمد وحيدر عبد الأمير وعلي رحيمة. وهي التشكيلة التي تعتمد على طريقة 4-3-2-1، وهي الطريقة البرازيلية المعروفة التي اتبعها المنتخب العراقي بكافة لقاءاته. فييرا مدرب برازيلي مسلم متزوج من مغربية، وله ولد اسمه ياسين. وقد بدأ فييرا العمل الرياضي في السبعينات عندما درس الطب الرياضي لمدة 3 سنوات، ولعب في فرق برازيلية عدة منها فاسكو دي جاما وبوتافوغو وبورتوغيزا، ثم أشرف على تدريب الفرق ال3 بعد اعتزاله اللعب. فييرا يعرف الكرة الخليجية تماما، كونه عمل في المنطقة لفترات متقطعة، كانت أولها حينما درب نادي قطر القطري عام 80، ثم ابتعد لفترة حيث انتقل إلى إفريقيا وتحديدا المغرب، فكان مساعدا لمواطنه جوزيه فاريا في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، ونجح في قيادته إلى الدور الثاني كأول منتخب إفريقي يصل لهذه المرحلة. وعاد فييرا إلى المنطقة الخليجية عام 99 لقيادة القادسية الكويتي إلى لقب الدوري المحلي، وقاد منتخب شباب عمان في عام 2001. واستمرت رحلته التدريبية لتشمل قيادة النصر العماني إلى لقب كأس السلطان قابوس، وقيادة الجهاز الفني لفريق الطائي السعودي في الموسم الماضي، قبل أن يسند الاتحاد العراقي لكرة القدم إليه مهمة قيادة المنتخب العراقي لمدة 2 شهر، وربما تنتهي مهمته بعد كأس آسيا. وترشح التوقعات أنه قد يتجه لتدريب كوريا الجنوبية. أتمنى أن يقدموا أبناء اللاعبين أداءهم العالي، لأنهم في وجهة نظري عانوا وقاتلوا ليصبحوا بالنهائي. أما أنغوس مدرب المنتخب السعودي، فيبدو أنه يملك العصا السحرية في 35 يوما التي قضاها مع المنتخب قبل كأس آسيا، ليتحول من مدرب مغمور وغير معروف في المنطقة الخليجية إلى أحد أنجح المدربين فيها. واجه ابن 49 عاما عدة معوقات قبل البطولة، منها فترة الإعداد القصيرة وإصابة نجم الكرة السعودية محمد الشلهوب قبل البطولة، واستبعاده لعدد من لاعبي الخبرة مفضلا عليهم العناصر الشابة. حرك ضده عواطف الشارع الرياضي، وأهمهم المدافع حمد المنتشري أفضل لاعب في آسيا عام 2005، لتنقلب عليه الصحافة السعودية قبل أن تبدأ البطولة. ولكن وضح أنه يجيد تحفيز اللاعبين الشباب، ونجح في عمل تشكيلة جديدة لا يتجاوز متوسط أعمار لاعبيها 22، وأصبح ثالث مدرب برازيلي يقود الأخضر في النهائيات. قصة سعودية جميلة، لأنه تمكن من الوصول للنهائي وخلق منتخب جديد سيمثل الأخضر لسنوات قادمة. ولا ينسى تعبيره الغريب في مباراة أندونيسيا للاعبيه بأنهم يجب أن يكونوا مثل الفنان الجيد الذي يقدم أفضل ما عنده أمام الجمهور. وخلق أنغوس لنفسه كاريزما خاصة به، فكان شديد التأثر والانفعال على كل كرة أو فرصة ضائعة للمنتخب السعودي، حتى أن اللاعبين أنفسهم كانوا يحاولون التوجه إليه لتهنئته عقب تسجيل كل هدف، وخصوصا أنه راهن كثيرا على المجموعة التي اختارها للمشاركة في البطولة. أجمل إحساس للمدرب أن يستلم كأس البطولة، فقد اجتهدت كثيرا مع هؤلاء الشباب من أجل الوصول لهذه المحطة المتقدمة. أتمنى أن تكللوا جهودنا بالنجاح. ربما يتشابه المدربين في أمور عدة،
فكلاهما برازيلي الجنسية ويشتركان في الحماس غير العادي. أما وجه الشبه الطريف في أن كليهما جاء لتدريب المنتخبين عن طريق الوكيل السعودي أحمد القرون ليصبح هو عريس هذه الأمسية، وقد يحاول كليهما أن يتفوق على الآخر في صراع يغلبه العقل في سبيل أفضل لحظة يمكن أن يعيشها المدرب.